السلام عليكم. تعالوا النهارده هنعمل كنافه بالمانجا. هنجيب نص كيلو من الكنافه، هنسيبه في الفريزر لمده ربع ساعه. بعد كده هنفركه شويه، وهننزل عليه بمعلقه كبيره من السكر البودر، وكمان رشه من الفانيليا، وهننزل حوالي نص كوبايه من السمنه البلدي او الزبده او السمنه العاديه المتوفر. بعد هننزل بصينيه مدهونه سمنه بلدي، وبعد كده هننزل عليها بالكنافه، وهتكون رق واحد بس اهم حاجه ان احنا نضغط عليها كويس جدا علشان ما يكونش فيه فراغات وتكون تسوي بعض. بعد كده هنعمل السيرب: كوبايه ونص من السكر، كوبايه من الميه، شريحتين ليمون، هنقلبهم على النار لحد لما يستوي. عشان نعمل الكريمة، واحد كريم جانتيه، كمان نص كوباية من المية، نص كوباية من السكر، وهنضربه وهنسيبه في التلاجة علشان الجو حر جدا. بعد كده هنجيب المانجا هنقشرها، وبعد كده هنقسمها نصين وهنقطعها لا اما بالطول لا اما بالورب. بعد كده هيتفضل فيه قطع من الرفيعة، ممكن نقطعها مكعبات وهنسيبها في الاخر ما نشوف هنعمل ايه بعدين. هنخلص الكمية اللي عندنا، يعني حوالي كيلو من المانجا ممكن نعمل صينية. لازم المانجا تكون سليمة، يعني ما تكونش مستوية علشان نقدر نقطعها كويس. واهم حاجة السكينة لازم تكون مشرشرة او تكون حامية. بعد ما الكنافة استوت وبعد كده هدت، ننزل عليها بالسيرب وهنسيبها، وبعدين هننزل عليها بالكريمة، وبعدين هننزل عليها اخر حاجة بالمانجا. طبعا المانجا انا كنت مقطعاها. بعد ما نخلص الكمية هننزل كده بالفرشة على خفيف بالسيرب على المانجا علشان يديها لمعة مش اكتر. بعد كده هندخلها التلاجة علشان ما تسحش مننا. بقيت النص كيلو من الكنافة المتحمر هننزل عليه بالسيرب، برضو هننزل عليه في بولة، وبعد كده هنفرده كويس وهننزل عليه بالكريم جانتيه. بس هو سايح شوية مفيش مشكلة، احنا هندخله التلاجة وهننزل عليه بالقطع المربعات بتاعة الكنافة. بجد احلى كنافة ممكن تاكليها من ايدك. الف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم في وصفة تانية، مع السلامة.